السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي مرة أخرى. اليوم جيت نوريكم تناسق الألوان، كيفاش تحطوا هاد الرشمة هادي على الجلابة اللي بغيتو ولا القميص اللي نتوما باغيين تخدموه. المهم كنجيبو الثوب، الجلابة ديالنا مخيطة كنخيطوها من الصدر. الا بغينا نلقيوها من براندا من التحت كنخليوها، ولكن الخدمة ديالنا غادي نبداوها من التحت. كنخيطوا الجلابة من الصدر، يعني القياس اللي بغيتو، الطول ديال الصدر اللي بغيتو. كنجيو في الوسط ديال الراندا. هانتوما الخياطة كنخيط الثوب من الوسط، صدر الجلابة ولا صدر القميص. كنجيب الكانفا وكنحطها في الوسط ديال الخياطة. القياس المسافة اللي كاينة في هاد الجهة هي اللي كاينة لهاد الجهة، وكنجيب هاك الخط في الوسط. كنقبطو بلي زيبانغ بعدا كاينة باش كيترسلنا الكانفا على الثوب. وهذه الخياطة من التحت، حيت غنبداو الخدمة من التحت. هاد الجلابة غادي نلاقيها بالراندا، وكل وحده كيفاش كتبغي. جبت نفس الخيط ديال الخياطة، واختاريت له الصفر والكري. ومن بعد ما وريتكم الدرس الاول والثاني، انا دابا غنوريكم كيفاش تحطوا هذيك الخدمه على الكانفا. كنبداو على بركه الله، كنحطوا الغرزه الاولى غادي تجي في الوسط، وكنخدموا جوج حيت هي 5 ديال الغراز كيف وريتكم في الحلقه الاولى والثانيه. الدرس الاول الفيديو الاول والثاني انه فيه 5 ديال الغراز. دابا غادي نديرو الغرزه الاولى وكنديرو الغرزه الثانيه، جوج الغراز من هنا وجوج الغراز من هنايا، هما 5 ديال الغراز. غير الخويطات رقاق. كنتمنى انكم تفرجوا في الفيديو الاول والثاني باش تخيطوا الجلابه ديالكم وتكونوا فاهمين دغيا. صافي كنخدموا جنب واحد، كنطلعوا بجنب واحد. كنبقاو 5 ديال الغراز وكنطلعوا 5 ديال الغراز وكنطلعوا. هاد الفيديو هذا الا تفرجتوا فيه يعني غادي تخدموا الجلابه ديالكم وبالصحه والراحه. كنطلعوا بالرشمه ديالنا. القياس اللي بغيتو، العرض اللي بغيتو نتوما كتحبسوا عليه. واللي ما فهمش شي حاجه يولي يكتب لي، انا بكل فرح نزيد نوريه. واخا ندخلوا الواتساب نعطيكم الدروس ديال هادشي هذا، نعطيكم الدروس ديال الطرزيه التونسي. اي وحده بغات تتعلم لاي حاجه تكتب لي غير في الكومونتير، نقدروا نتواصلوا في واتساب. هانتوما كنطلع بجنب واحد. دائما كنخدموا القاعده هي الاولى. دابا انا حبست هنايا، غادي نهبط باش نخدم الجنب الاخر.
باش نخدم الجنب الثاني. كل حاجه غير بشويه بشويه حتى كيتعلم لها الواحد. ومازال غادي نحط لكم بوانت كروه عاوتاني كيفاش كيتخدم وكيفاش يتحط على الثوب. راني حطيت لكم واحد الفيديوهات الاولين ديال بوانت كروه، الدروس الاوليه كيفاش تخدمي بوانت كروه. نتمنى انتم الحادقات يلا نوضوا ديروا جلابتكم ديال البرد. دابا راه البرد، الواحد يخدم جلابته الراس طيح عليه رخيصه، ما يلا غادي يشري الثوب ويفصلو. كنطلعوا بالجنب الاخر بنفس القياس. 5 ديال المربعات، غنطلعوا ب5 المربعات. الخامس هو الاول باش تمشي الخدمه ديالنا مقاده، كيف اللي هنا هو اللي في اليمين اللي في اليسار. غير تبعوا لي لا فيديو حتى الاخر وانتم غادي تخدموا جلابتكم في نهار واحد، غتعلموا في نفس الوقت غادي تشوفوا كيفاش كتحطوا الكانفا في الثوب وغادي تخدموا الجلابه ديالكم ان شاء الله. مع تسجيل وتراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فرنسا تعتزم تخفيف القيود التي فرضتها بغية التحكم في الوضع. الرئيس الفرنسي اجتمع صباح اليوم مع مجلس الدفاع لمناقشة أكثر التفاصيل بشأن القرارات التي سيتم الإعلان عنها هذا المساء. وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية قد أعلن أن عملية تخفيف القيود ستتم عبر 3 مراحل. المرحلة الأولى بداية دجنبر القادم، المرحلة الثانية قبل عطلة أعياد الميلاد، ثم ستنطلق المرحلة الثالثة بداية عام القادم. خلال هذه هذا الكارون الاخر كنجيبو دابا اللون الثاني، اللون الثاني الكري اللي كنطويو الخيوط بطبيعه الحال على 4 خيط ديال الخياطه صافي. دوك هو اللي كتشري باش كنخدم. كل واحد كيفاش كيبغي كيخدم بالصبره، كاين اللي كيبغي يخدم بالخيط ديال الرباطي. انا غنخدم هاد الخدمه، هاد الخدمه في الكاشمير ديال البرد بالخيط. دابا غادي نخدم كارو فوق كارو، 5 ديال الغراز وكنهبط، 5 ديال الغراز وكنهبط، كيف ما وريتكم في الدرس الاول والدرس الثاني. الغرزه الاولى كنجيبوها فوق هذاك الخيط الصفر باش كيجي مزاحم وما كيجيش الفراق بين الثوب. بإقليم صفرو جهود متواصلة لفك العزلة عن سكان المناطق الجبلية من خلال مشروع بنيوي ببطولة. وكنكملوا الخدمة ديالنا حتى النهاية، كنهبطوا حتى لتحت وكنطلعوا الفوق. يمتد على طول حوالي 24 كيلومتر، ومن بين أهدافه تحسين ظروف العيش الساخنة وتسهيل ورود التجهيزات الإدارية والاجتماعية. هدفها وأهدافها عديدة هي المشاكل التي تعانيها معظمها المناطق الجبلية بجامعة الإصبع بإقليم صفرو، أغلبها يرتبط بالمعيشة اليومية الساخنة وسببها العزلة. عزلة تعبر هذه الطريق وتؤهل لفكها. ثلاث مشاكل، لأن الدواوين يعانون من ناحية النقل ومن ناحية البيع والشراء، لأن كل إنسان مريض لا بلاصة يدخل، لا إسعاف، لا وقاية، لا حتى شي حاجة. العزلة هي الساكنة. ما تنساوش تحطوا لي مشاركه باش غادي نوريكم رشمه اخرى كيفاش كتبدا وكيفاش كتخدم وكيفاش تحط على الثوب.
الطريق تمتد لمسافة 25 كيلومترا، وتكلفتها تقدر ب24 مليون درهم. كنبقاو نطلعو بهاد الخدمه هادي حتى الفوق. هي راه كتفصل راسها بيديها، يعني حتى نوصلوا للطوق. الطوق ملي كنوصلوا لهاد البلاصه اللي محلوله تما كاينه كنحبسوا الخدمه. هكا كتطلع الخدمه. كنبقاو طالعين بالخدمه حتى الطوق. كنبداوها من التحت وكنطلعوا بها الخدمه حتى الطوق. كنتمنى انكم فهمتوا هاد الخدمه هادي وتخدموا جلابتكم والصحه والراحه. وما تنساوش تضغطوا على ابوني باش والجرس باش يوصلكم كل جديد كنحطو. القناه ديالي راه منوعه، مره نحط لكم الاكلات، مره نحط لكم الملاوي، مره نحط لكم الرغايف، كل الكاطو، كل مره غادي نحط لكم حاجه. والطرز سلاوي تونسي، واللي بغى الفاسي حتى هو كتبوا لي غير في الكومونتير. دابا ما شاء الله كلشي ولا كيدير كيخدم خدمه بجلال بهذا